تحتضن ولاية باتنا ككل عام المهرجان الدولي تيمغاد في طبعته 39 والتي تنطلق فعالياته ابتداء من 6 جويلية القادم بالمسرح الجديد تاموغادي من خلال تنظيم محكم وبرمجة مضبوطة. بداية مهرجان تيمغاد الدولي هذه السنة في طبعته 39 سيتزامن والجزائر تحتفل بعيدي الاستقلال والشباب الموافق ل 5 جويلية، ونحن سيكون الافتتاح إن شاء الله يوم 6 جويلية إن شاء الله لمدة 8 سهرات في البرنامج لغاية 13 جويلية. هذا الموعد الثقافي المهم هو محطة أنظار ليس الجمهور الباتني فقط ولكن كل الجماهير الجزائرية في جميع الولايات. أكيد زميلتي نوال، احنا في الديوان الوطني للثقافة والإعلام، لأننا في الحقيقة نحن المتعاون رقم 1 في محافظة مهرجان تيمغاد. طبعا حتى لا ننسى والي ولاية باتنا التي تدعم محافظة المهرج ككل سنة. سيحتضن العرس الثقافي باقة من الفنانين الجزائريين والعرب وحتى الغرب، وهناك من سيشارك لأول مرة في الجزائر على غرار الفنانة الفلسطينية دلال أبو أمنة تضامنا والقضية الفلسطينية، وهو من بين ما سيميز هذه الطبعة 39. هذه المرة جديدنا أنه أسماء فنية عربية تشارك معنا لأول مرة على غرار الفنان السوري المتألق حسام جنيد. الفنانة الفلسطينية الملتزمة الوطنية دلال أبو آمنة ستكون معنا لأول مرة. أنا أقول أنه مهرجان تيمغاد الدولي مهما كانت ميزانيته كبيرة أو صغيرة فيحتاج إلى الكثير والكثير من الدعم. ومن حيث تنظيم هذه التظاهرة الثقافية والمساهمين، تحدث لنا المكلف بالإعلام لدى الديوان الوطني للثقافة والإعلام السيد حميد بوحالة. المساهمين في مهرجان تيمغاد الدولي أعتقد أنهم مساهمين تقليديين دائما. فمهرجان تيمغاد الدولي ليس حدثا عابرا، بل شاهد على اختيار الصحيح للمسار السليم في بناء العقول عبر اهتمامها بالثقافة، فهو حدث ثقافي يساهم في عملية تبادل المعارف الثقافية بين دول العالم. مهرجان تيمغاد الدولي هو كما يقولوا بطاقة سياحية للبلد من أجل التعريف وتقديم صورة جميلة ورائعة عن هذه المنطقة العريقة. شكرا الأخت نوال، فقط نشكر قناة بور تيفي على دعمها الدائم والمستمر لنشاط محافظة مهرجان تيمغاد أو جميلة أو حتى الديوان الوطني للثقافة والإعلام. عيسى ماما ويا يبعد الحيوان